هو انت كنت نحله قبل كده؟ لا كنت فرخه قبل كده تقريبا. لا ما هو ما ينفعش غير نحله. انت بترفع ايه يالا؟ انت بتشرب لبن محوج ولا انت قصتك؟ انت بتعمل فيها كده ليه؟ اصل انا كنت براجع مذاكرتي كده فاكتشفت حاجه. بتذاكر ايه يا حبيبي؟ علم التهجين؟ لا بذاكر الف قلم ب بطه نون نحله. ايه الخرا اللي انت قلته ده؟ لا انت نون نحله. لا يا حبيبي انا نون نادر. انت وبعض المصاريف اللي بقى بيصرفها على تعليمي والله انا اقول له وانا بقول له بوظ لي المنهج التعليمي بتاعي. عبيط يا ابني، بتبوظ دراسه النبغه اللي فيكو مستقبل البيت. لا ثانيه واحده، ازاي بقى بان به بطه وابوك به بابا ازاي بتقول له بابا؟ لا ابوك بطه. بابا مش بط. لا ابوك بطه. مش بط. بط. انا بطه. ايوه انت. موت يا جرز. لو جاي تتهجم عليا هزعق واجيب ابوك يضربك. انت عارف يا جينات يا ملوثه، انت لو بطلتش اللي انت بتعمله ده انا مش هحلك في البيت ده وهبقى انا. انت بتقارن نفسك بيا على مهمش يالا. انا اللي ابويا بيصدقني وبيحبني وبيدلعني. ما انت عشان طفل. الطفل ده اللي اقنع ابوك دلوقتي انه يقلل مصروفك عشان يوفر في المصاريف. ايه؟ واقنع ابوك انه يقفل باب الشقه من الساعه 8 مش 12. هي فوضى ولا ايه؟ اللي ملوش خير فيا ملوش خير في البيت ده. احنا لازم نخلص من اخوك عشان جاب اخره. عندك افكار؟ احنا نستدرجه بكيس اندومي ونصوره، بس دي توقعه مع امك مش مع ابوك. ايه اكتر حاجه ابوك بيحبها؟ امك. يا عم ماشي، غيرها ترتيبه القنوات في التلفزيون. حلو، احنا نلخبط القنوات ونحط الريموت في دولاب اخوك الصغير، وبكده نبقى عملنا جريمه كامله. ايه ده؟ مين اللي لعب في ترتيب القناه وخلاه يفتح على قناه رأس؟ فين الريموت؟ دي بقت فوضى. ازاي؟ لما القناه تتلخبط شامل اسرتنا يحصل فيه ايه؟ اخر مره شفته كان مع اخويا الصغير صح؟ دي حقيقه فعلا. انت يا ضنايا بتعمل كده؟ معايا. خد يا اخويا غيرت لك الحجاره زي ما قلت لي امبارح. بس انا ما طلبتش منك تغير الحجاره. ازاي؟ ده انت حتى بصماتك عليه. طب ويعني ما كلنا بصماتنا عليه، ده الريموت يعني. ده من 48 ساعة، لكن لما نمنا امبارح امك نضفت البيت وعقمت الاوكر والريموت والبيبان ودولابي، فدولابي معلوش غير بصماتي وبصمات. ايوه صح يا ابني صح. ما يا بابا لما الحجارة بتفضى بيحط لي في الدولاب عشان اغيرها، بس انا احيانا بخش اقعد في الدولاب. يا ولاد انتوا من دمي، اعرفكم كده وانتوا بتكدبوا. انت حبيبي اللي عملتها اسبوع خصم من مصروفك وانت ما تتعاملش معاه تاني. الواد ده منبوذ في البيت. اخس كده. انا الفت مسرحيه عايزكم تتفرجوا عليها. الله. ومن حبي في البطل والشخصيه بتاعته سميته على اسم اخويا نادر تربيت. والقصه دي بعنوان انا مش راجل انا استغلال. هتضربه انا كده هضربه. ايه ده انا ابوك قاعد يعني يا باسخ خد ما تتحملش كده، انت تمثيل. والقصه دي مستوحاه من قصه حقيقيه. بتبدا القصه في غرفه المعيشه. يعني ايه اوضه معيشه؟ اللي هي اوضتك. البطل بيكلم صاحبته في التليفون وبيقول لها انت مراتي، انت ام عيالي، انا بحبك، جربي سمي اسم ابني كده. فلقت مراتي جدا، ممكن تبعتي لي صور بقى زي ما بتبعتي لي. وبعتت له صورها. وبعد فتره من الزمن البنت دي بقت ناجحه في شغلها وشخصيتها قويه ومشهوره، فالبطل بتاعنا فضل يذلها بصورها لحد ما قررت تنتقم وتقول لابوه. فجت في يوم من 3 ايام قدام باب البيت وكانت عايزه تقابل ابوه، قابلت اخوه الصغير. فاخوه الصغير حب ينقذ الموقف، فقال لها ده اخويا عليه طار وهرب بره البلد. كمل يا ابني مش قادر استنى. وكان عليه طار فعلا؟ ده بقى اللي هنكتشفه في الحلقه الثانيه. هو في حلقه ثانيه؟ في كل يوم مسرحيه من دي كلها قصص حقيقيه، ما احنا قاعدين في سيرك. اخويا ده فنان مبدع والله، مبدع يا ابني، ودي حاجه بسيطه يعني للي انت عملته. تقريبا انا نسيت الحلقه الثانيه فالمسرحيه كده خلصت. ايه ده؟ طب ما انا كمان اقوم اعمل لكم دور بقى. إيه؟ طب تحب تلعب نفس الدور يا بابا ولا ادور لك على دور المراهق اللي بيسرق فلوس ابوه؟ دي قصه واقعيه برضه. دي قصه حقيقيه جدا.